المباراة طبعا النهاردة تعتبر بداية الموسم الجديد. كل سنة وحضراتكم طيبين، وبكرة ان شاء الله بداية السنة الدراسية برضو. تمنياتنا لأبنائنا الطلبة بالتوفيق والنجاح. واتلعبت يا خبر ابيض وجنب القايم الشمال بره الملعب اوت. وغزل المحلة التعادل بدون اهداف في اول لقاء في بطولة السوبر، ودي لعبة على طول وعلى يمين السيد الأسرار، إنما تجربة كويسة طبعا. ودي لعبة على طول وضعيفة في إيد السيد الأسراوي. كانت بتقول إن اللقاء هيبقى شكله مختلف. أدي لعبة على طول تاني حازم إمام، ونقلة وأحمد صالح وحازم وتفويتة جميلة وحسام. يا خبر ابيض يا خبر ابيض يا وليد، واول فرصه حقيقيه بتضيع من نادي الزمالك. ادي لعبه تاني للزمالك وضعيفه بره الملعب اوت من وليد مقطوع على طول تاني احمد صالح، ومحاوله لحسام حسن وشوطه تاني انما ضعيفه بره الملعب. ادي اهي اتلعبت على طول وتتشاط وحلوه. جول حازم امام. يا خبر ابيض، لعيب يا ابني والله، لعيب يا حازم، لعيب لعيب لعيب. الدقيقه 20 والتوقيع حازم امام. شفت الكره لسه بقول لحضراتكم في الحركه بركه. حسام حسن خلق فاول لنادي الزمالك، اتصلحت لحازم امام وبيلم وايه بمهاره عاليه جدا جدا جدا، بيجيب جول حلو قوي. ادي الباصه اهي، وشوف حازم التهويشه بالترقيصه وفي الزاويه البعيده بيحطها حلوه 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 يا ابني. واحد حازم امام لعيب كويس طبعا. حازم امام مش عايز لصالح غزل المحله، وعاليه وجوه المنطقه وخطر وخبر ابيض ودربكه. طلع برضه دفاع الزمالك وترقيصه حلوه بالعقل كده لحازم، وماشي وماشي حازم. طبعا الحاجات دي في المساحات دي مشكله لما بيبقى لعيب عنده مهاره حازم. ادي بص اهو استلم وحطها على طول. وادي لعبه تاني بتوصل من وليد ويلعبها وصفاره وضربه ركنيه. ادي فاول لغزل المحله وجامده جامده عاليه قوي قوي. تاني نادي الزمالك محمد كمونه بين الكره وخطر. وليد عبد اللطيف لسه مع وليد وبيحطها احلى لحازم اللي سندها احلى لاحمد صالح وخطر. يا خبر ابيض، ضعيفه يا احمد. هنشوف مدحت هيشوط ولا ايه، وشاط فعلا وجامده. حلوه 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 والله مدحت، شكلها حلو قوي وطالعه رغم انها مسافه بعيده انما فاتت بشكل كويس وفوق العرض. حسام عبد العال واتلعبت على طول وعاليه وحلوه والله، مخطوفه في الزحمه وعلى طول بتتلعب وخطر وجول. يا خبر ابيض، انما في رايه وصفاره. رايه من مجدي رزق وصفاره من جمال الغندور، ورايح له عيد اللوزي وعماد سلامه بيتكلموا مع مجدي رزق. وعلى طول جمال الغندور طلع كارت اصفر ثم كارت احمر للاعيب غزل المحله عبد الهادي، انما عيد اللوزي قاطع. ونشاط لغزل المحله في الشوط الثاني وخطر خطر وعاليه. اشرف ممدوح طويله تاني ناحيه اليمين، وامير عايز يعدي وعدى امير والله، عدى كويس قوي، عدى ولسه خطر وبيلعبها بيطلع تاني دفاع نادي الزمالك وبيضغط امير وفاول. ضغط امير على مدحت عبد الهادي انما فاول كتاني احمد صالح وبيغطي الموقف. توصل لمحمد كمونه وبيفكر يشوط ويشاط. جامده والله، حلو.
عيد اللوزي ونزل محمد العتراوي. وادي لعبه خطر لنادي المحله. برافو يا عبد المنصف، يا خبر ابيض، لحظه تالق، برافو. ادي اللعبه تاني اهي بتتصلح وبتتركن، حلوه حلوه حلوه. انما عبد المنصف الحقيقه مالك على غزل المحله في لقاء السوبر. واللي جاب الجول في الشوط الاول حازم امام اهو. كمونه وشوطه تاني من بعيد، اشرف كابونجا، عماد سلامه. دي الخطوره بقى بتاعت النقل الكتير في نص الملعب مع لعيبه مهاجمين اصحاب خبرات. الضغط لما بيحصل بتبقى مشكله. حازم امام طالع له احمد صالح، تتحط لاحمد ويطلع الاسرار. وتكتل من دفاع المحله واختراق من مهاجم الزمالك وعرضيه وفيليكس، خبر ابيض، لحازم امام وعايز يعدي، يسند مع احمد صالح اللي فاتح الملعب، وعرضيه واوفسايد. اوفسايد فعلا، اوفسايد. وكرم جابر لحسام الشربيني، لحسام عبد العال، ولعبه خطر للمحله وجول. جول، يا خبر ابيض، الكره اتلعبت كويس قوي قوي قوي. العتراوي بيجيب هدف التعادل. ادي اللعبه، شوف اتنقلت من ناحيه الشمال وكان متقدم واتركنت له حلوه قوي، وهو كمان سند برجله الشمال في الدقيقه 32. 1-1. وكمونه تاني بيرد ابو العلا وجامده. وتاني مخطوفه توصل لكمونه، بيفكر يشوط وشاط جنب العارضه، اوت. وجول لغزل المحله اللي اتحسن اداؤه في الشوط الثاني، تغييراته. ودي لعبه تاني لغزل المحله وخطر، انما وتاني بترجع كمونه يلعبها لحازم، لحسام، وبيلعبها وفيليكس بيقع. بيشيلها السيد الأسراوي اهو، وفيليكس اهو بيجري. ابو العلا، كمونه، ابو العلا تاني، وعاليه، وحسام حسن، يا خبر ابيض، جنب القايم الشمال بسنت تقريبا اهي، اتركنت اهي. بتتلعب على طول تاني لمحمد ابو العلا، ويلعبها جوه المنطقه. الكابتن جمال الغندور، وفعلا بيصفر عشان ينتهي الشوط الثاني من الوقت الاصلي للمباراه في الدقيقه 20 من الشوط الاول. شايفين محمد العتراوي فعلا ضربه حره مباشره وتسديده، لكن تخبط في الحيطه، ترد مره ثانيه اشرف كابونجا، وكابونجا جوه المنطقه لامير صلاح، وامير صلاح مره ثانيه يموه امير ويرجع ورا لاشرف شيحه، وشيحه يعمل العرضيه وفي منتهى الخطوره وضربه راس، وعبد المنصف يا دوب من تحت المقص كده. احمد فيليكس، حازم امام، مدحت عبد الهادي، متقدم مدحت وماشي لحازم امام مره ثانيه، نفس المكان اللي احرز منه الهدف الثاني تقريبا، ومره ثانيه نفس اللعبه ونفس التسديده، لكن المره دي بقى سيد العصراوي يطير ويطلع الكوره ضربه ركنيه. ادي حازم امام وتسديده يساريه بشماله، وعطني بقى في كاس الامم ان شاء الله. وشفنا وتابعنا القرعه عبر شاشه قناه النيل للرياضه. وادي فيليكس وانفراد لكن اطول من اللازم، لقاء عن طريق طبعا ركلات الجزاء الترجيحيه. ولا لاعبي الفريقين هيبقى ليهم راي ثاني في الربع ساعه المتبقيه دي، هنشوف مع حضراتكم. بدانا الشوط الرابع او الشوط الاضافي الثاني. حسام حسن في اليمين، محله لسه له تغيير على فكره. ادي العرضيه، ضربه الراس لكن ضعيفه وبعيده
وتبقى ضربة مرمى للمحلة. رمضان رجب 21 سنة رمضان، وأحد ناشئي الزمالك المنتقل للمحلة في الموسم اللي فات، وتسديدة أرضية زاحفة وتلمس وتخبط وهي خارجة، وتبقى ضربة ركنية للمحلة من إكرامي عبد العزيز اللي شايط والله ويدوب. وتعادل إيجابي حتى الآن بهدف لكل من الفريقين، والضربة ركنية تلعب على طول، وهوبا وضربة رأس لكن ما تلبسش في دماغه لأبو العيلة. 1-2 مع حازم إمام على طول، سقطة حلوة قوي لحسام حسن وعدت، وفيليكس وهوبا ولف جسمه احمد فيليكس، والاسراوي كان متقدم ياردتين كده بره المرمى، لكن جاب العرض على طول لحسام عبد العال، ترقيصه من حسام ولم وفضل نفسه مساحه وممكن يشوط، وشاط فعلا لكن ما تتظبطش. لكن صالح عايز يعدي، مقفول عليه خالص، جات له مسانده كمان دفاعيه ومن اشرف شيحه وحازم امام، واماميه حسام حسن، لكن سيد احمد صالح حازم امام حلو قوي جوه المنطقه. ابو العيله حاول يعدي ابو العيله وحازم امام، وضربه راس من حسام حسن، وفي وسط الحيطه كده في حسام وادي بشير وحلوه، وحسام حسن هوبا جوه الجول. حسام حسن عاشق الشباك والله زي ما بيقولوا، والصقر الذهبي والعميد، وقول عليه زي ما تقول. شوف حسام حسن في ايه بقى، في الدقيقه ال 12 من الوقت الاضافي الثاني يتالق حسام حسن ويهز شباك سيد الاسراوي، ويقول لناصر فاروق لا يا ناصر مش هتنزل لان مفيش ضربات جزاء. اعتقد المهمه بقت صعبه جدا يا كابتن بكر على فريق المحله دلوقتي. انا مبسوط جدا لان حسام حسن مجهوده كبير النهارده، هو عامل مجهود جرى، اكتر لعيب جرى في الملعب واكتر لعيب كان متحمس، ولكن انتاجه كان قليل، ولكن ربنا دايما بيكرمه على قد مجهوده دايما، واحرز هدف من متابعه هو اللي عملها برضه وهو اللي خلقها لنفسه، واي واحد ما كانش يتابع، انما هو متابع جيد، ومن الضربه الحره المباشره ويخطئ فيها حارس مرمى الاسراوي. اهو شوف اتابع اهو، دي ما تصدش كده ابدا من الاسراوي طبعا، انما شوف بقى اللمحات، شوف بقى الاصرار، شوف بقى ان ربنا بيكرمه حسب مجهوده عشان حسام حسن يظل حسام حسن القناص. كان في نص الملعب فقط، دلوقتي هتحاول ان هي توصل ل 30 ياردة، انما المحاولات ممكن كده الهجمات المرتده زي ما احنا شايفين يبقى فيها حاجه ثانيه زي ما احنا شايفين اهو، هل هتيجي ولا ايه؟ انما الاسراوي ينقذ كوره يعوض بيها يطير ويطلع ضربه ركنيه للزمالك على ساعه انتهى الوقت الاصلي الشوط الثاني ده. وفعلا في هذه اللحظه يطلق جمال الغندور، ما استناش بقى الضربه الركنيه تتلعب، اطلق الغندور صفاره نهايه المباراه بوقتها الاصلي والاضافي، واعلن فوز الزمالك باول بطوله سوبر مصري محلي. الزمالك هو البطل لاول سوبر، الف مبروك نادي الزمالك، قدوا مباراه كبيره. المحله ايضا نقول لها هارد لك، ادت مباراه كبيره جدا وكفاح ونضال حتى اخر ثانيه، وما حسمش اللقاء غير القانون حازم امام. وتم اختيار حازم امام، كنت متوقع حسام حسن يا كابتن بكر، لكن هو تم اختيار حازم امام كاحسن لاعب في المباراه، وطالع حازم اهو فعلا يستلم كأس وجائزة أحسن لاعب من اللواء حرب الدهشوري. أحسن لاعب مهاري نقدر نقول، ولو اللياقة البدنية تبقى زيادة يبقى من أحسن لاعبي العالم، إنما طبعا لغاية دلوقتي يزال أحسن لاعب مهاري يمكن في مصر كلها. حسام حسن، وليد صلاح عبد اللطيف، عبد الواحد السيد، هيثم فاروق، حسام عبد المنعم، محمد عبد الواحد، رضا سيكا، محمد أبو العلم. طبعا في لفتة طيبة الحقيقة، حازم امام ساب خالد الغندور يرفع كأس السوبر عاليا لأول مرة في تاريخ الكرة المصرية وأول مرة في تاريخ البطولات المصرية. خالد الغندور أول كابتن يتسلم كأس السوبر الأولى. والله طبعا لازم نقول مرة صبري إن شاء الله لعيب كويس قوي، إنما لياقته لسه ما جاتش. النهارده مدحت الصراحة عمل لقاء كويس قوي، والتبعي يعني فاجئنا بالقنبلة اللي لعبها وجات منها الهدف اللي تابعه حسام، ولقطة كده أوروبية اللي احنا شايفينه كده، لقطة أوروبية زي ما بنشوف. وعلى فكرة نظام جيد قوي النهارده في التسليم الكاس والميداليات، يحسب للاستاد ورجاله واتحاد الكرة. إذا أعزائي المشاهدين، زي ما تابعنا وزي ما شفنا انتهت المباراة وانتهت البطولة الأولى للسوبر بفوز الزمالك على المحلة 2-1، هدفين للزمالك حازم إمام في الدقيقة 20 من الشوط الأول، وتعادل محمد العتراوي للمحلة في الشوط الثاني، وأخيرا يحسم حسام حسن
اول بطل، اول سوبر مصري، والمحله هو الوصيف. الف مبروك نادي الزمالك.